واحد من اشهر الكروت في العالم، خصوصا عندنا هنا في مصر. يعني انت بص، روح قول لاي تاجر استيراد انا عاوز كارت شاشه، هيقولك على كارت ال 750 تي اي بان هو اجمد واحلى واعظم وافشخ وانيق كارت في العالم. هو ال 750 تي اي، يقدسوا الكارت ده جدا. انا عاوز كارت العاب، هو ال 750 تي اي. انا هفتح سايبر، هو ال 750 تي اي. هو ده، بص عارف، ده البنادول بتاع الكمبيوتر بالنسبه للبياعين. فانا النهارده هعمل لك فيديو مراجعه مفصله عن الكارت ده، اقول لك هل مناسب في سنه 2026، هقول لك عيوبه ومميزاته، مميزاته تشفع للكارت ده، سعره، مواصفاته، اداؤه في الالعاب، الكلام ده كله. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش ان انت تصلي على النبي وتعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو وراك صلاه يا ريت تروح تصليها وتيجي تكمل الفيديو. ويلا بينا. تم اصداره في 2014، بيجي بدقه تصنيع 28 نانومتر، وبيجي بمعماريه ماكسويل الجيل الاول، المعماريه اللي من اعظم المعماريات اللي انفيديا عملتها، 640 كودك كورز، وبيجي ب 2 جيجا في رام جي دي دي ار 5 مع 128 بت. بيستهلك طاقة بين 55 واط ل 60 واط، دي للنسخة اللو بروفايل. بس في بعض النسخ التقيلة زي نسخة الزوتك، نسختي المفضلة، اللي تقريبا بتستهلك 80 واط 85 واط. بيشتغل على باور بين 250 واط وانت طالع، ومتوسط سعره بين ال 1500 جنيه لل 2600 جنيه. الكارت ده مشهور بغباء، وموجود على ماركات الفيسبوك وعند التجار وعلى الفليكس. اي ستور تقريبا بيبيع قطع اقتصادية غالبا هتلاقيه هناك. هو حرفيا تعرف ان الكارت ده مركز السابع كأكتر كارت مبيعا في التاريخ، واتباع منه تقريبا من 7 ل 9 مليون نسخة، رقم كبير جدا. يعني تقريبا كده مواصفاته وعدد المبيعات وسعره وكل حاجة. يلا بينا بقى اختبارات الالعاب بتاعته. احنا هنجرب في الفيديو ده ان شاء الله العاب حلوين. بس قبل ما اقولك الالعاب، مواصفات التجميع: اي 5 جيل رابع مع رامات 16. واللعبة معانا وهي لعبة فالورانت على 1080 بي لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 140 فريم ل 215 فريم. واللعبة اللي بعد كده هي لعبة سي اس جو 2 1080 لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 75 فريم 85 فريم. اللعبة اللي بعد كده معانا هي لعبة فورتنايت على 1080 لو سيتنج بيرفورمانس مود، كان متوسط الفريمات من 70 فريم ل 111 فريم على البرفورمانس مود. بابجي موبايل كان متوسط الفريمات بين 40 فريم ل 60 فريم. اللعبة اللي بعد كده معانا هي لعبة بيس 21 1080 ميديم سيتنج، متوسط الفريمات كان 60 فريم، وكانت تجربة كويسة. واحيانا كان بيهبط ل 53 فريم لما مثلا اللعيب يجي يحتفل كده ولا حاجة. بس بقى في قلب ما انت مثلا اللعيبة بيجروا كده، لا اللعبة تمام وسموز بشكل روعة. اللعبة اللي بعد كده معانا وهي لعبة جي تي اي 5 على 1080 هاي سيتنج، متوسط الفريمات بين 40 ل 45 فريم. واللعبة اللي بعد كده هي لعبة فار كراي 6، لعبة من اتقل الالعاب، 1080 بي لو سيتنج اف اس ار على كواليتي، متوسط الفريمات بين 28 فريم ل 35 فريم، وده رقم كبير جدا على لعبة تقيلة زي دي. اللعبة اللي بعد كده وهي لعبة باتل فيلد 5 على 1080 لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 43 فريم ل 63 فريم. واخر لعبة معانا وهي لعبة ريد ديد ريديمشن 2 على 720 بي لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 27 فريم 45 فريم، بس في الحتة الهادية خالص، وغالبا ما بتجيش 45، ده هو اغلب الوقت من 27 فريم كده ل 40 فريم. انا كده قلت لك اداء الكارت ده في الالعاب، اديني جبت لك شويه العاب حرفيا، منهم الخفيف ومنهم التقيل والمتوسط وكل حاجه. خليني دلوقتي اقول لك على المميزات والعيوب. اول ميزه معانا هو الباور. هو الكارت ده حرفيا ما بيستهلكش كهربا كتير، وده ميزه من مميزات القاطره، ان انت لو عندك كيس استيراد موجود حجمه حلو وكمان ما بيستهلكش باور كتير. لو عندك كيسة تجميع وفيها باور ضعيف برضو شغال تمام. تاني حاجة الحرارة، حرفيا الكارت ده تقريبا حرارته مستقرة جدا، وانا بالنسبة لي من افضل النسخ في التبريد هي نسخة الزوتك، مع ان ناس كتير جدا بتقول لا نسخة الجيجا بايت افضل، الا ان انا بحب نسخة الزوتك، ما اعرفش ليه الصراحة. المهم يعني خلينا نروح للعيوب. مبدئيا العيب القاتل في الكارت ده السنة اللي نزل فيها 2014. تعال
الكارت ده بقاله 12 سنة نازل. عارف يعني ايه لو حد اشتراه من 2014 وفضل يتم استخدامه طول ال 12 سنة دول او طول ال 11 سنة دي، وجه في ايدك انت في الاخر وهو عيد ميلاده ال 12 وصل وهو مهتوك بقاله 12 سنة شغل، وجه في ايدك انت في الاخر، قولي كده حالة الكارت هيبقى عامل ازاي؟ حتى لو الكارت ممكن التاجر وهو بعد ما اشترى الكارت وجاي يبيعهولك، ممكن التاجر يروق على الكارت، يقوم جايب الكارت منضفه كويس جدا، ملمعه حرفيا، مظبط الهيت سينك لو فيها حاجه متنيه كده ولا كده، يقوم منضفه حاطط له معجون حراري كويس ومروق عليه وشايل منه التراب، ويقوم قافله ولا من شاف ولا من دري، ويبيعهولك، والكارت تحس ان حالته تمام نظيف وشكله حلو كده وابن ناس. تاخد الكارت تعمله الاختبارات تلاقي درجة الحرارة بتاعت الكارت كويسة، ما هو متنضف، تقول له ضمان اسبوع اسبوعين. لكن الكارت فعلا ممكن اغلب النسخ ابتدت تتحرق، فاهم؟ لان الكارت ده بيتهرى كتير جدا في السايبرات ومع الناس وفي محلات. مش بقولك ان الكارت ده للعلم من مميزاته برضو ان ما تمش استخدامه في التعدين، تقريبا الكارت ده عمره ما دخل التعدين. المعمارية بتاعته الفيرام بتاعه، يعني مثلا عندك ال 960 اتجه قبل كده للتعدين، ال 750 تي اي عمره ما دخل تعدين قبل كده. كمان من عيوبه وهي معمارية ماكسويل الجيل الأول. بص، ماكسويل الجيل الأول دي معمارية قديمة قوي على الألعاب. كمان من عيوبه الكبرى بقى، وهو دعمه للدايركت اكس 12. اللعبة زي اساسا كريد ميراج بتشتغل على الدايركت اكس 12، ما يشتغل على الدايركت اكس 12، فعشان كده ما ينفعش يشتغل عليه. من برضو العيوب اللي فيه الفي رام بتاعه 2 جيجا في رام دي دي ار 5 مع 128 بت، ماشي كل الكلام ده جميل، ولكن ال 2 جيجا الفي رام قليلين جدا في 2026 جدا جدا. يعني مبدئيا الالعاب الحديثه لما تيجي تعلي شويه في الجرافيك الفي رام اتملى، فاللعبه تلاقيها اتخنقت ويحصل دروب فريم. حتى لو الكارت الشبايه بتاعته اضعف شويه ولكن في رام اعلى، هتلاقي في الالعاب الجرافيك اعلى، لان الجرافيك بيعتمد شويه على الفي رام. فاهم حاجه؟ الكارت انا عارف ان الكارت مش في رام بس، بيعتمد على المعماريه، الدعم، الشبايه، الفي رام، الكلام ده كله، ولكن ان الفي رام 2 جيجا ده يحتسب قليل جدا. في مشكله هنا في السعر. سعر الكارت ده عند بعض التجار بيبيعوه ب 3000 جنيه، وده طبعا رقم عالي جدا، اوعى تشتريه. تاني حاجة، في ناس بتقدر الكارت ده بان هو ما يتباعش من 1200 جنيه ل 1600 جنيه، ده السعر المفروض يتباع بيه. هل ده اللي السعر المفروض يتباع فيه فعلا يا محمد؟ اقول لك السعر ده فعلا مناسب جدا للكارت ده، ولكن السعر اللي هو بيتباع بيه اللي هو 1900 جنيه 2000 جنيه سعر برضو مرضي جدا بالنسبة لي. مقارنة بينه وبين ال 960، ال 960 افضل بمراحل. ال 960 حرفيا هو، هتقولي ليه؟ بقى 2 جيجا في رام وجي دي دي ار 5 ونفس ال 128 بت. اقول لك مبدئيا ال 960 بيدعم الدايركت اكس 12 حاجه، ال 960 احدث منه بسنه. ال 960 انا بجهز له مراجعه بقى له 11 سنه وبرده كارت قديم، بس بيدعم الدايركت اكس 12 ماكسويل الجيل الثاني. الشبايه اقوى ب 30-40%، فاهم؟ فالكارت اقوى بكتير، تبريده احسن، الكلام ده كله. طيب هو ولا الار اكس 550 ال 4 جيجا؟ انا كمحمد لو هختار الاتنين مثلا ب2000 جنيه، هختار ال 550. ليه؟ العمر بتاعه اقل في الاستخدام، يعني ممكن الاقي نسخة كويسة جدا وبحالة بيشغل الالعاب الحديثة في 4 جيجا في رام، المونتاج بتاعه احلى، الحرارة بتاعته احلى، استهلاكه للطاقة اقل. كل دي مميزات في الار اكس 550 تخليه يكسب بجدارة على 750 تي اي حتى لو الشبايه بتاعته اقوى. بس كده يا معلم، كده اكون انا كلمتك عن الكارت ده، قلت لك مميزاته وعيوبه ومواصفاته ومقارنته بكام كارت، وقلت لك مبيعاته واختباراته في الالعاب وكل حاجه عنه. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.